اتفضل. ورينا يا سيدي. لا 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 لا، ده كده مش مظبوط خالص يا زعتر. الايراد مش زي كل مره ليه؟ انت عارف يا اسم محسن، يعني السوق بعافيه شويه اللي من دول، والارباح قليله وانا بعرض عليك الدفتر ده كل شويه اول باول يعني. يا سيدي ما حدش بيشك فيك، خصوصا بعد ما اعترفت لي وتبت قدام ربنا. وهنا انا عايز اقول لك على حاجه، القرش الحرام ان فات ساعه بيأذي 23 ساعه. حد الله، حد الله يا سي محسن ما بيني وبين الحرام، كله ماشي بالتمام والكمال والامان. طب اعمل حسابك بقى، انا عايزك توزع الارباح على 3، تلت النصيبي وتلت الاسمتي. هو مش في الورث واحد؟ لا يا سيدي 2، وربنا هيحاسبنا على الكلام ده. ما هو برضه هيبقوا مشكله في الميراث برضه. طب والتلت التالت؟ التلت التالت ما انت عارف، حطه في الوديعه السريه بتاع الاستاذ مقبل. برضه مقبل؟ ما تناقشنيش بقى يا زعتر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله الواحد زهق، عايز اركب موتوسيكل واخيش بيه في اي شجره. هنبيع الوكاله يعني هنبيعها يا معلم هريدي. ايوه يعني لا مؤاخذه يا استاذه، ما اني قبل كده دخلت مع الاستاذ مقبل في بيزنس وما نفعش عاد. لا معلش، المره دي بقى انا فيها. ما يجيبها الا نسوانها بقى. ايه نسوانها دي يا معلم هريدي؟ البركه في مقبل برضو، وبعدين ما تنساش ان هو الشريك الاصلي في الدكان. شوفي لما اقول لك انا احب الكلمه اللي تسوى 100 عقد، وعشان اثبت لك كلامي اهو انا محضره. ادي شيك ب200,000 جنيه تمن الفارس يا رستم باشا، وادي شيك تاني ب20,000 جنيه عمولتك، اتفضل. I like the fair business. Thank you. يا اخويا كلمنا عربي حياة ابوك. معلش يا معلم هريدي، دادي يقصد يعني ان هو بيحب الفير بيزنس، يعني الشغل الدغري بالبلد، يعني ما فيهاش حاجه. طيب وهاني كمان كده، امال انا احب اقطع العرق واسيح دمه يا دادي. دادي؟ ايه بلاش، مش بيدلعوك يقولوا لك دادي ولا انا اقول لك اكسلانس؟ لا، انت تقول اللي انت عايزه، مش بتقول بفلوسك. احنا عندنا قاعده هنا مهمه قوي في المكتب، المتهم بريء مادام بيدفع. ايوه بس قولوا لي يا جماعه، محسن شلقامي هيفرط في الوكاله؟ ده مثبت فيها زي ما تكون عيل من عياله. هيبيع كده تبقى جوز بنتي صحيح؟ الله، ما هو محسن شلقامي جوز بنتك برضو. محسن شلقامي متجوز على مرته عنبايه؟ اضرب يا ولد. محسن العطار كان صاحبك ولا مش صاحبك؟ تاني هتفتح الموضوع ده يا دكتور معتز؟ وفيها ايه يعني لما يكون صاحبه عطار؟ انا شرفني انه صاحبي، لانه انسان مكافح كادح زي ما بتقول، وكان زميلي في الثانويه العامه وجاري في الحاره اللي اتربيت فيها، والاهم من ده كله كنا دفعه واحده في الجيش، كنا في خندق واحد في حرب الاستنزاف وفي حرب 73. فاكر يا دكتور عبد التواب؟ طبعا فاكر يا دكتور سامي، دي ايام عمرها ما تتنسي. كنا دفعه واحده في الجيش، انا ومحسن شلقاني والدكتور عبد التواب والشهيد حسين تيمور. الشهيد حسين تيمور الله يرحمه كان شويش فلاح مصري، كان في كل جدعنة وخفة دم ولاد البلد الحقيقيين. مش قادر انسى ابدا يوم استشهاده.
لغم في مقتل ولاد الذين دول. ما تقومش دلوقتي يا شاويش حسين. سيبني. ما تبقاش مجنون يا شاويش حسين. أولادي أمانة في إيديكم. اوعدوني. ما تتكلمش كتير يا شاويش حسين، حالا هتتعالج وتبقى كويس قوي. الوقت فات خلاص. المهم ولادي، اوعدوني تقفوا جنبيهم. نوعدك يا شاويش حسين. نوعدك يا شاويش حسين. دلوقتي أموت وأنا مستريح. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. ادي واحده من اهم اسباب صداقتي بمحسن شلقامي ووفائنا لاولاد الشاويش حسين تيمور، انا والدكتور سامي. كنا كلنا ايد واحده وقدرنا فعلا نحقق النصر. نصر كبير لكن الخطة كانت جاهزة من أيام حرب الاستنزاف. انا مش هدخل معاك في جدل مين اللي عمل الخطه، المهم انه مصري، لكن اللي اعظم من الخطه التنفيذ، لانه تم كسيمفونيه عزفها كل المصريين. أيوة، لكن أنا عاوز أقول إن المعركة تقع في إطار خطة قومية شاملة. يا جماعة يلا ندخل في جدول أعمال النقابة، الوقت بيمر كلنا ورانا أشغالنا وبيوتنا. فكرتينا ببيوتنا يا دكتوره لميا. اصلي يا دكتور عبد التواب موعد فلورا مراتي بسهره معايا الليله. محسن سامي، معقولة؟ انا مش مصدق عينيا. معقول انت هنا؟ انا كل ليله بسهر هنا. وزبون مستديم كمان. هو ايه اللي جرى في الدنيا؟ اهلا مدام فلور. أهلا يا أستاذ محسن. ازيك يا مقبل؟ بقالي مده ما شفتكش. اهلا وسهلا. مش تعرفنا يا بيه محسن؟ في الحقيقه انا دكتور سامي عبد الشهيد ومراتي فلورا. انشانتي مدام. انشانتي. اتفضلي اقعدي، مفيش حد غريب. انا فيفي مرات الاستاذ مقبل، اخو ابي محسن. اهلا وسهلا. مش تعرفنا يا محسن؟ نريمان مراتي. اتفضلوا. بقول لك ايه، احنا ذمه ماليه واحده، لازم اعرف كل دخلك. فلورا انا ما بخبيش عنك حاجه. ما يمكن عايز تعمل زي صاحبك اللي بيبدل في الستات كل شويه. ما يمكن شايل فلوس وعايز تعمل زيه. انا كده برضه يا فلورا؟ صاحبك عنوانك يا استاذ. فلورا انت الانسانه الوحيده في حياتي، انت حياتي نفسها. انا بعد اللي شفته مفيش حل غير الهجره. قلت لك مش هسيب بلدي، مفهوم؟ اتفضلي. لكن انت ليه شايل بقى من ابي محسن؟ زنني، كسر نفسي، عمل فيا عملة عمري ما هنساها في حياتي. رحت له مرة ببضاعة، والتجارة شطارة واللي تغلبه لعبه. والبزنس ده كان فاكر كان مع مين يا أخ مقبل؟ فاكر طبعا ان البيزنس كان معايا، بس انا كان كل قصدي ان انا اكشف سرقة زعتر. ايوه يعني كان مع اخوك مش مع حد غريب. لكن هو بقى ما صانش الاخوه دي وبهدلني انا وهو. صح يا اخ مقبل؟ صح يا اخ هريدي، صح، وكسفونا يوميها. ده عملوا فيا عمايل بعد ما مشيت. مش عليا زي القطر المجري، حطني على حرف الموس وشرشحني قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. ويا ريته اكتفى بكده، ده خلى الصبي بتاعه زعتر يشرشحني بلسانه اللي متبري منه، خلاه يوصي العيال الصغيرة تحدفناني بالطوب. بهدلوني وذلوني كتير، علشان كده لازما يتمسح اسمه واسم صبيه من سوق العطارة عشان يدفعوا ثمن السنين اللي عشتها بذل وكسرة نفس. وهي لفت الايام، واديك هتشتري الوكاله اللي اتهنت فيها.
ايوه، مستعد ادفع اي ثمن عشان اغسل عاري. انا فعلا مش عارف اشكرك ما تقولش إزاي. اي حاجه، احنا دلوقتي زملاء يا دكتور. عمي محسن، اللي انت عملته ما معايا تكملش كلام. ده كان دين في رقبتنا للشاويش حسين، والحمد لله ربنا قدرنا وقدرنا نرد جزء منه. يلا يلا يلا. اللهم صل على النبي. ألف حمد وشكر لك يا رب. عشت لما كملت واجبي مع ابنك يا شاويش حسين، ما أنا كنت عارفة روحك بترفرف حوالينا. يا رب كافئ زمايل الشاويش حسين، الدكتور سامي والأستاذ محسن، على اللي عملوه مع ابني تيمور. يا ست نعيمة ده أقل واجب إن هم يجوا ويحضروا الافتتاح. لا يا أختي، الحق ما يتنكرش، ده كل واحد فيهم دفع نص تمن الأجزخانة من حر ماله وكأنه ابنهم. يعني شوية أدوية مش مشكلة يا ست نعيمة. لا يا أختي، جوزك ربنا يحميه دفع من حر ماله 30 باكو زيه زي الأستاذ محسن، والدكتور عبد التواب متبرع بشيء وشويات من الأدوية. سيب الجورنال ده وكلمني. أما أنت بتعمل عمل رائع زي ده، ما بتقوليش ليه وتحطيني في موقف محرج مع الناس؟ أنا مش أقل منك وطنية عشان ما تقوليش وتخبي عليا عمل جميل زي ده. انا عمري ما شككت في وطنيتك. أمال ليه خبيت عني وأنت فاهمني إنك بتقولي كل حاجة؟ أنت كدبت عليا يا سامي، واللي يكذب في الخير يكذب في الشر، وده اللي مخوفني. في الحقيقه انا خفت تطلبي مني اقلل المبلغ اللي ساهمت بيه، وكمان كان لا يمكن ارجع في العهد اللي خدناه على نفسنا احنا الثلاثه ودمنا بيسيل على ارض سينا. أنا عمري ما كنت هطلب منك حاجة زي دي. ما انت كان لازم تقول لها يا سامي، كان لازم تشركها، ده حقها عليك. انا عارف غلطي ومعذبني. دي يمكن اول مره في حياتي اكذب او اداري اي حاجه. واحده عماله تكلمني عن الهجره، ازاي اكشف لها كل اسراري الماليه وانا مش ههاجر اصلا؟ ما احنا لازم نحددها. الواحد يقول لمراته على كل حاجه ولا لا؟ لازم نوصل لحل عشان ما نندمش عليه بعد كده، خصوصا ان مراتك ست مثقفه. هو ده اللي معذبني. كان نفسي ما يحصلش مواجهه او صدام بين حب ليها ووفائي لزميل. يعني انت دلوقتي ناوي تمنعها من السفر؟ صعب. ساعتها هبقى عايش مع جسم من غير روح. يعني هتسيبها تسافر؟ اصعب، لان ساعتها هبقى سمحت لعنادها انه ينتصر. يبقى خلاص، انا من رايي بقى انك انت تمنعها من السفر عشان تحميها من عنادها. لا، مش هتفهمها بالمعنى ده. هتفهمها بمعنى سطوة راجل وتعسفه في استخدام السلطة. مش هتنساها لي ابدا. طب والحل؟ مش عارف يا محسن. مش قادر افض الاشتباك بين سلطتي ومبادئي، بين حقي القانوني وحبي ليها كإنسانة كاملة وصاحبة رأي. وفي نفس الوقت مش قادر أقوم بدور الجراح اللي يفصل في نفسها ما بين الروح والجسم، علشان ما فيش حاجة فيهم تضغي على التانية أو تظلمها. مشكلة تحير. زي ما أنت محتار تمام في جراحة فصل التوأم ولادك. الظاهر إن مشكلة اسمتي ونصيبي فتحت عينينا على أمور كتير في حياتنا محتاجة لفض اشتباك. حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا زوزة، سنة حلوة يا جميل. يلا عالم بلم بلم، حيوا ابو الفصل، هيكون عيد ميلاد الليلة أسعد الأعياد، فرحنا بالفصل. يلا عالم بلم بلم، حيوا بالفصل. ايه ده؟ سي محسن وصل، سي محسن. يا اهلا وانت طيب يا صاحبي. خطوة عزيزة يا سي محسن، ايه اللي انت عامله ده؟ حاجة بسيطة. كل سنة وانت طيب. وانت طيب، تسلم وتعيش يا سيدي الناس. الزعتر بقول لك تعالوا ورايا يا ولاد، تعالوا. يبقى قايد مصاريف العيد ميلاد على الوكالة. ربنا يكرمك يا سي محسن، ده كتير علينا قوي ده. عقبال ما نفرح بولاد ولادك. عن اذنك يا سي محسن.
تصدق يا سي محسن، انا ما كنتش مصدق ان حضرتك هتشرفنا يعني. ربنا يا رب يا رب يا رب كده يا سي محسن يطمنك على العمليه بتاعت فصل اسمتي ونصيبي. مش عارف يا زعتر، الحقيقه مش عارف اقول لك ايه. انا محتار والخوف لاول مره يملاني في حياتي. لا، الولاد فين؟ قومي بقى الله يسيبك، قلبك ابيض. اوصلي الود امال عشان خاطر قومي، عشان خاطر اسمتي ونصيبك. يلا بقى ده سي محسن بقى. تعالي. ولا هتقطع الستاره. ازيك يا سي محسن؟ ازيك انت يا بامبي؟ هما ولادنا فين؟ ولادنا يا حبة عيني اتكتب عليهم يقعدوا لوحدهم، اتكسفوا يجوا في وسط العيال لحد يبص لهم كده ولا كده ولا يتمقلت عليهم. إلا مين اللي بياخد باله من هدومك ولقمتك؟ مين اللي شايل همك؟ بقالك مدة يعني ما جيتش شفت العيال. انت اهم بالنسبه لهم عني. ازاي بقى؟ واحنا نسوى ايه من غيرك؟ بقولك ايه، انا مشيت السواق النهارده اصله عنده ظروف، يعني انت اللي لازم توصلني وتيجي تبات في وسط ولادك.